بنبدأ الحلقة وروبي بتكون فاكرة إن هو بيحضرها إلى الإسطبل ده عشان يقوم بضربها، عشان كده بتحضر ليه السود وبتتوسل وبتركع ليه بالشكل ده. بيكون مصدوم جدا ومش مستوعب كل حاجة بتحصل قدامه. واضح إن الخيول في رومانيا بياكلوا السود كوجبة خفيفة، مش كده؟ وبعد كده بتمسك السود بالشكل ده، وفجأة بتلاقيه إن هو رماه بعيدا. انت ليه أحضرتي الشيء ده هنا؟ الأمر يعني إن ده الوحيد اللي أنا بملكه، عشان كده إذا أخبرتني بما يجب علي فعله أنا هصلحه. قولي لي إيه اللي أنت عايزة تصلحيه بالظبط؟ أنا آسفة، ما كنتش أقصد إن أكون سخيفة. أنا عارفة إن أنا ارتكبت خطأ. إيه الخطأ اللي أنت ارتكبتيه؟ كل شيء. عشان كده خلاص، خلاص، اسكتي، متقوليش ولا كلمة، توقفي عن الكلام، تبا ليكي. وبعد كده فجأة بيوقفها على رجلها وبيقومها بالشكل ده. أنت ليه ما بتاخديش نفسك؟ بتقول في نفسها، الشيء ده مش جديد أبدا عليا، أنا مررت بالشيء ده مرات عديدة، لكن أنا اللي كنت خايفة جدا بالشكل ده. أحتاج إلى الهدوء والبدء في التمثيل مرة تانية. أي نوع من حفلات ركوب الخيل دي؟ أعتقد بأنني سأكون قادرة على مقابلة أشخاص جدد. ماذا ستفعلين بمعرفة البشر هنا؟ خدي ده معاكي. وبعد كده بيعطيها فجأة التفاحة دي. انتي وقلتي بأن انتي هتختاري حصان، إن خيولي متعجرف، عشان كده هتحتاج إلى فدية عشان توافق إن هي تيجي معاكي. بتقول في نفسها، أعتقد إن أنا بس كنت خايفة من غير داعي. هو أنا ممكن إن أنا آخد حصانك؟ وليه لأ؟ إيه ده؟ فعلا؟ أيوه. ألا تعتقد بأن الخيل سوف يتأذى؟ إذا أعطيتهم تفاحة فلن يتعرفوا حتى على مالكهم. مرحبا، سأقدم لك هذه، فهل ستكون لطيفا معي كمان؟ بيكون متفاجئ من المعاملة اللي هي بتعملها للحصان دي. يبدو بأنه أحب ذلك. أيوه، هو فعلا رائع جدا. تمام، إذا سيدريك خلينا نذهب. ماذا اختارت سيدتي؟ ستركب معي. والاتنين دول بيكونوا مصدومين تماما. ألا بأس بذلك معك فعلا؟ هو أنت فعلا هتاخدني معاك؟ أيوه، ما عنديش أي مانع من القيام بأي شيء في يوم السبت، لكنك قلت بأن أنت كنت مشغول في وقت سابق. آه، أنا قصدي يعني إن أنا كنت مشغول عقليا. بتقول في نفسها، هو الرجل ده مجنون ولا إيه؟ هو ليه بيتكلم كده أصلا؟ وبعد كده فعلا بياخدها معاه الحصان بتاعه بالشكل ده. بتقول في نفسها، هو ده مش تطور كبير ولا إيه؟ في البداية لم يكن حتى يريد مقابلتي. سأستمر في محاولة الحفاظ على اهتمامي بيه. لازم أحاول أتودد ليه على قد ما أقدر عشان ما يقتلنيش. إيه ده؟ هو هو إيه اللي بيحصل هنا؟ هل ترى ذلك؟ ربما هي هلوسة. أكيد أنا بهلوس. مستحيل. هل هو السيد الزاهد؟ بتقول في نفسها، أنا حتى لو ما بصيتش خلفي فأنا دلوقتي حاسة بغضبه تماما. وبالإضافة إلى ذلك يشعر الجميع بأن هذا الوضع غير طبيعي تماما. وفعلا بتلاقي الجميع بينظر ليهم بالشكل ده وبيكونوا متفاجئين. أخي، هو في أي حاجة ولا إيه؟ أنا دايما بيقع على عاتقي دائما مسؤولية ما تقوم بيه، عشان كده من فضلك ما تلومنيش. أنا مش بلومك أبدا إلينا. إذا ماذا تريد مني أن أفعل بالضبط؟ لماذا لم تبقى كما أنت من البداية إلى النهاية؟ إذا ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك؟ لا تكن ساخرا. أنا على الأقل ممتنة، على عكس والدي. أيوة، أنا عارف الشيء ده، الضمير الوحيد في عائلتنا. إيه ده؟ هي ليه إلينا بتتقاتل معاه بالشكل ده فجأة، بالطريقة دي؟ أنا مثل بذرة الفتنة. إذا كنت تعلم هذا هل ستتوقف عن الجدال؟ أنا بدأت إن أنا أشعر بالضيق. خلاص، خلاص، توقفوا انتوا الاتنين. إنه ليس أمرا يجب أن تجادلون به، مش كده ولا إيه؟ بما أنك هنا أيضا، لما لا تذهب للهو مع زوجتك؟ إيه ده؟ أبقى معاه لوحدي تاني؟ لا يا رب، لا يا رب، مش عايزة أتعرض للموقف ده تاني. وبعد كده روبي فجأة بتلاقيه بينظر ليها بالشكل ده وبيشدها عليه فجأة. إيه ده؟ هو الرجل المجنون ده بيعمل إيه؟ يلا بينا، مفيش داعي للقاتل. طيب، من فضلك لا تغضب مني، سوف يفسد وجهك الوسيم. فارية من الخلف بتشوف كل ده، وبيكون واضح إن هو مش عاجبها الوضع تماما. أوف، لا أنا مش غاضب. شكرا لمرافقتي، مش هنسى اليوم ده أبدا. أنا هكتبه كمان في مذكراتي. الشيء ده جيد ولا إيه؟ اعملي اللي انت عايزاه. بتقول في نفسها، من الصعب إن أنا أتصرف كل ما أشوفه بالشكل ده. أنا بالطريقة دي هموت. تعالي هنا يا سيدتي، لقد كان الجميع ينتظرونك. إيه ده؟ ال... الفنجان، كيف يمكن أن تكون على شكل سلحفة؟ وبيكون واضح إن هي بتكره السلاحف وبتخاف منهم. يمكنني القيام بذلك، يمكنني. يبدو بأنني ظهرت بمظهر غير مهذب أمامك، ما تقلقيش بشأن ذلك. دايما الإخوة بيكونوا بالشكل ده. أيوة، لكن من الجيد تركه بالشكل ده. أيوة، اتركيه وحيدا. بالمناسبة سيدتي، هل أنت بخير؟ أيوة، أنا الحمد لله كويسة. أنت لا تعرفين مدى صدمتي عندما سمعت بأنك انهارت في ميناء الموس. إلى جانب ذلك سمعت أنه حدث لك نزيف في الأنف. بتقول روبي في نفسها،
تلك النظرة المستمرة مصممة على إذلالي. أيوة فعلا، شكرا جدا ليكي أنستي على اهتمامك، لكنني لم أرك تتناولين أي شيء منذ آخر مرة. هل أنت شخص يهتم كثيرا بجسمه؟ أو ربما الطعام هنا لا يناسبك؟ بتقول روبي في نفسها. أنا متأكدة من إن أنت شفتيني مرتين بس. هذا أنا لدي فم صغير، على عكس الجنوب فإن الصحة ضرورية جدا في الشمال. عليك أن تتصرفي حتى لا تصبحي مصدر إزعاج. شكرا لاهتمامك. لقد كانت الآنسة ودودة جدا معي، لكن هل من الجيد أن تحدثت معك حول هذا وذاك؟ هي أيوة طبعا، في أي وقت. روبي، كعكة الكاستيلا لذيذة جدا. استرخي إلينا، لديك صداقة جيدة مع أخك، فلماذا تتجادلون فجأة بالشكل ده؟ الصداقة مناسبة ليكم انتوا، لينا احنا؟ لورين لطيفة، لكنها مزعجة جدا. بدلا من ذلك، أتمنى لو كان لدي أخ أكبر وأقوى. بالتفكير في الأمر، لقد سمعت بأن السيدة تربطها صداقة جيدة مع أخواتها أيضا، مش كده؟ إنه أمر طبيعي. يميل إخوتي للاستماع إلي كثيرا. أنا بحسدك جدا. أتمنى لو كان لدي إخوة مثلكم. أنا متأكدة بأنك تفتقديهم كثيرا، مش كده يا روبي؟ أيوة، أنا أحببت هذا الجزء كثيرا لدرجة أنني لم أستطع حتى التفكير فيهم. بالمناسبة، هل سيزور الكاردينال فالنتينو إردين هذا العام؟ أنا ما سمعتش أي حاجة. بتقول روبي في نفسها. أنا نسيت تماما مدى شعبية سيزور. من فضلك لا تأتي، من فضلك. تقام المباراة في أواخر الخريف، لذلك لا يزال هناك بضعة أشهر قبل وصوله. أنا هموت محاصرة بين سيزار وإيزك، لأن هما الاتنين الظلام بعينه. لا تهتمي بما تقوله السيدة كونلوس. إيه؟ كل ما في الأمر إنها غاضبة. لقد كانت تطارد إيزك في الماضي. هي مش سيئة للدرجة دي. لا أعتقد بأنها شخص سيء برضه، فزوجي وسيم جدا، عشان كده خمنت بأن هناك العديد من الفتيات يحبونه. تعرف إن أنتي لطيفة جدا. في الواقع أعتقد بأنك ستكونين شخصا صعب الإرضاء. أنا؟ طيب ليه؟ هذا لأنك أميرة رومانيا. بتقول روبي في نفسها. ومع ذلك ما زلت أشعر بالأسف على رتبك. لو كانت البيئة المحيطة بها جيدة، لم تكن لتتخذ مثل هذا الخيار الغبي. ولكن هل يمكننا الاستمرار في هذا الطريق؟ طالما أنك لا تذهبين بعيدا فلا بأس بذلك. إنه المكان الأكثر أمانا للتجمعات الخارجية، عشان كده احنا بنجتمع هنا كل سنة. فهمت. لكن السيدة هي شخص جيد جدا في ركوب الخيل، مش كده؟ أنا بحب الخيول فقط، عشان كده الأمر يبدو كذلك. لا يبدو الأمر كذلك على الإطلاق. ما رأيك، هل ترغبين في التسابق معي؟ إيه التسابق؟ أيوة. لو ذهبت مباشرة في الاتجاه ده وسلكت الطريق الجانبي على اليمين، فستصلين إلى الجانب الآخر من الطريق الذي أتينا منه. من اللي هيوصل أولا هو اللي هيفوز. طيب ماشي. بتقول روبي في نفسها. دي فرصة جيدة جدا للتعرف على فريا، مش كده ولا إيه؟ أنا معتادة أكثر على هذا الطريق، عشان كده أنا هفسح ليكي المجال روبي. اذهبي أنت أولا. ماشي ماشي، أشوفك لاحقا. يا ترى الحرباية دي بتفكر في إيه بالظبط؟ من الناحية التانية روبي بتكون متحمسة جدا. الركض بحرية من غير ما أي حد يلاحظني، كم من الوقت سيستغرق هذا؟ رائع جدا. أريد أن أظهر مهاراتي بشكل صريح. فريا! إيه ده؟ فريا راحت فين؟ هو أنا ضللت الطريق ولا إيه؟ ولكن فجأة في الوقت ده بتسقط من على الحصان. آه، إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ وفي الوقت ده بتحس إن الدنيا بتسود من حولها. بيكون واضح إن عدى ساعات على الوضع ده. بتفتح عينيها فجأة. إيه ده؟ أنا أنا فين؟ إيه ده؟ بتنظر خلفها، بتلاقي وحش. بتقول إيه ده؟ راكون؟ لا لا لا، ده أرنب، لكن أرنب كبير جدا. وبعد كده بتلاقيه بيفتح بقه بالشكل ده، بتلاقي فيه الكثير من الجثث. ايه ده؟ دي عظام بشرية. يا ربي، أنا أنا هموت بالشكل ده. لا تقترب، لا تقترب مني. بيحاول يتكلم معايا، هي طبعا مش بتفهم لغته تماما. لا، ابتعد عني، بقولك ابتعد عني. ايه ده؟ ماذا تفعل أيها الراكون السمين؟ ابعد عني. نزلني، يلا نزلني، خليني أمشي. حاولت ألا أموت بواسطة زوجي، ولكن هل تغيرت إن هي ليأكلني وحش سمين بالشكل ده؟ ايه ده؟ ايه ده مرة تانية؟ هو بعد كده بتلاقي الوحش الصغير اللي جنبها بينزل راسها بالشكل ده. ايه الشعور بالاختناق ده؟ لدي شعور غريزي بأنني لا يجب أن أظهر أي علامة على وجودي هنا. ه- ايه ده؟ بتلاقيه وحش راكب حصان وشايل راسه على ايده. يا ربي، أي نوع من الوحوش ده؟ ه، أنا أصلا ايه اللي جابني هنا؟ يا رب، مش عايزة أموت هنا، مش عايزة. هو رحل، الحمد لله. وبعد كده بتيجي تنزل الوحش جنبها بالشكل ده، بتلاقي ان هو بيضع عليها كده. انت
هو أنت أنقذتني من شوية؟ أيمكنك فهم ما أقوله طيب؟ هل يمكنك فهم الآخرين؟ أعتقد إن هو بس فاهم الشيء اللي أنا بقوله، لكن أنا مش فاهماه. أتعلم؟ هل يمكنك مساعدتي مرة أخرى؟ يجب أن أعود إلى المنزل، لكنني لا أعلم كيف أخرج من هنا. لماذا تنظر إلى أسفل فجأة؟ إيه؟ أنت عايزني إن أنا أركب عليك؟ ناعم جدا. ودلوقتي أنا ركبت، وريني بقى هتوصلني إزاي. وبعد كده بتلاقي فجأة الوحش ده بيطير بيها. سيدة رودبيكيا، سيدتي أنت فين؟ سيدتي، أين أنت؟ إيه ده؟ في شيء تحرك من شوية. بيجي يفتح بين الأشجار بالشكل ده وبيلاقيها. سيدة أنديم ميون، أنت هنا؟ سيدتي، أنا سعيد جدا لأن أنت بأمان. لقد وجدناها يا سيدي، وجدناها. الحمد لله، عثرنا عليها. سيدتي، هل أصبت في أي مكان؟ بتقول في نفسها إنه أفضل من أن تكون مع الوحش، لكن يعني... إيه ده؟ دم؟ سيدتي، في دم على راسك. عندي. ابتعد عن الطريق دلوقتي. سيدتي، تعالي معايا من الطريق ده. لكن هل سأكون بخير الآن بعد أن عدت؟ زوجتي تشعر بالحك إذا لم تبقى بعيدة عن المشاكل ليوم واحد. بتكون خايفة جدا منه في الوقت ده، ومن الخوف بتكون على وشك إن هي تفقد وعيها. سيدتي، سيدتي أنت كويسة؟ سيدتي أنت كويسة؟ بتقول في نفسها لا، أنا مش كويسة. هو هيقتلني دلوقتي، هيقتلني. سيزور الحيوان واضح إن هو عمل لها عقدة ومخليها إن هي خايفة إن أي حد يقرب منها، وبيكون في اعتقادها إن أي شخص يقرب منها هيقتلها. وبعد كده بيقول لها بكل قسوة انهضي. أيوة، لكن السيدة... اخرس انت. هو أنا مش قلتلك بالفعل إن انتي مفيش حاجة تلفتي الانتباه بالطريقة دي؟ بيكون واضح في الوقت ده إن هو غاضب جدا منها، لكن يا ترى ده فعلا غضب ولا مجرد خوف عليها؟ أنا أسفة جدا لأن أنا أزعجتك سيدتي. في الوقت ده بتقول روبي أنا ما كانش عندي أي اختيار تاني. ولكن فجأة بحركة مباشرة منه بيشيلها بالشكل ده. تمام، خلينا نذهب للحصول على العلاج ونتكلم مع بعض. لا، انسحب الجميع من الغابة. ايه؟ طيب ماشي. بياخدها معاه على الحصان بالشكل ده من غير ما يتكلموا مع بعض ولا كلمة. بتقول في نفسها ايه العلاج؟ أنا مش متأكدة من الشيء اللي هو بيفكر فيه، لكن ما الذي يجعلني أشعر بالدفء بين دراعه بالشكل ده؟ وبعدها بوقت بتصحى من النوم، بتلاقي نفسها إن هي بالفعل في المنزل. ايه ده؟ هو أنا نمت امتى؟ أخيرا استيقظتي. أنا أسفة، أنا نمت في الطريق. مفيش أي مشكلة. ودلوقتي من فضلك اشرحي لي اللي حدث. الأمر يعني إن... بتقول في نفسها ما الذي يحدث؟ مش مصدقة أصلا إن أنت بتسألني. اقترحت الآنسة فوريانا أن نتسابق معا، عشان كده أنا بدأت إن أنا أتبع الطريق اللي هي قالت لي إن أنا أمشي منه، لكن فجأة خرج شيء من الأدغال وأمسك بكاحلي. كنت بحاول إن أنا أهرب، لكنني صدمت رأسي وفقدت وعي. هل يجب أن أخبره بأنني قبلت الوحش بوبو ولا إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ فيري قالت إن أنت ركضتي إلى الغابة وحدك، وعلى الرغم إن هي قالت لك إن الأمر خطير جدا، لكن أنت ما سمعتيش الكلام وركضتي فيها وحدك. إيه؟ فيري قالت كده؟ أنت بتقول إيه بالظبط؟ يعني فيريا بتكذب؟ بتقول في نفسها ده معناه إيه؟ هي اللي بتكذب بالشكل ده؟ هي خايفة من تحمل المسؤولية، ولا هي أصلا كانت بتحاول تقتلني؟ هي كانت بتتعامل معايا كويس جدا، لكن إيه اللي حصل فجأة؟ عودي مرة تانية. نعم، مش فاهمة. عودي إلى رومانيا، سأعيدك دون أي شروط. بتقول في نفسها ده معناه إيه؟ كنت أتوقع أن ننفصل في يوم من الأيام، ولكن ليس الآن. كانت أسرتي المتغطرسة لا يمكنها طلب الانفصال بشكل أعمى، لذا لا يمكنهم إلا انتظار الفرصة المناسبة. تعتبر العائلة المالكة البريطانية وجودي رهينة لا يمكن التخلي عنها بسهولة، ولكن هو هيرجعني بدون أي شروط. لو عادت رودي إلى المملكة سيتعين على إلينا الزواج من أمير دورياس، ولكن من سيمنع موت إلينا؟ من الواضح أن الجواسيس والدي هنا يحاولون قتل إلينا، لكن إذا ماتت إلينا بالشكل ده ولم أستطع فعل أي شيء وأعود، فأنا... سيزار. على أي حال لم نتزوج بمشاعر طيبة تجاه بعضنا البعض، وحتى لو بقيت هنا فلن نتمكن من رؤية بعضنا البعض بشكل أفضل. عشان كده ارجعي إلى منزلك. أنا... ده مش المكان اللي انت بتنتمي إليه. مش عايزة، مش عايزة أرجع، أرجوك. انت بتعملي إيه بالظبط؟ مش هقدر أرجع، لأن هي عارفة لو رجعت في الوقت الحالي سيزار هيعمل فيها إيه بالظبط. أنا آسفة جدا، أنا أخطأت. أوعدك إن أنا مش هعمل كده مرة تانية. رجاء لا تلقيني بعيدا، رجاء. أنا هقبل بأي عقوبة، أنا ما عنديش أي مشكلة. أنا... مش أنا أخطأت، خلاص اضربني، أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتضرب، لكن من فضلك ما ترجعنيش بالشكل ده. وبسبب الكلام اللي هي قالته
بيكون غاضب جدا منها. تعرفي، أنا بكرهك جدا ومنزعج منك جدا. أنا بفضل إن أنت تتجولي بابتسامة وقحة مثل مسقط رأسك اللعينة، إنما أنت ليه بتتعاملي بالشكل ده وليه بتتذللي ليا كده؟ لماذا تجعليني أشعر بالقلق بشأن الأشياء التي لا تهمني؟ ولماذا أهتم بما إذا كنت ستموتين ولا لأ؟ ليه بتتعاملي كده؟ ليه؟ أنت كده كده وقحة ومنعالة وقحة، تصرفي على الأساس ده. أنا مش عارف أنا ليه قلقان أصلا ليه بشأنك بالشكل ده، وليه بهتم بيكي كثيرا كده. أنا هصاب بالجنون، أنت هتخليني أتجنن. بتقول في نفسها: أنا فهمت. كلامي هزه أكتر من شهادة صديقة طفولته. لا يهم أي من المشاعر تشعر بها، لا يزال لدي أمل حتى لو كان شيء صغير جدا. أنا هعمل أي حاجة، أرجوك ما ترجعنيش إلى عائلتي. أرجوك، هعمل أي شيء عشان كده ما تتخلصي مني. أرجوك على الأقل دلوقتي. وبعد كده بيسيبها وبيخرج من الغرفة. شريفا فوريانا، بنت شابة نبيلة مثالية فعلا، شابة فخورة ومليئة بالكرامة، محبوبة من قبل الجميع. ولأن معظم الرواية كانت تركز على عائلة بورغي وأمريتيا، لم يكن هناك الكثير من الوصف عنها. ومع ذلك فقد كان من النوع الذي يتعامل دائما بحكمة في نزاعات رتبيكا، وتتولى دور الوسيط في جميع الاضطرابات. لقد كانت مثل هذا الشخص، لذلك اعتقدت أنه إذا تصرفت بشكل مختلف عن الرواية فسأكون قادرة على التعايش معهم، لكن كانت تعلم بأنه مكان خطير. طب ليه عملت كده؟ هي أصلا ما كانتش معادية معايا من البداية. مرحبا، أنا صديقة قديمة للعائلة. الشخص الذي لم يكن يستحق الاهتمام أصبح مزعج كثيرا. أنا دلوقتي في ورطة كبيرة جدا. أنا آسفة جدا سيدتي، أنا من تواصل إليك بأن نتسابق أولا، لكنني كنت خائفة من ردة فعل إيزك. أنا فعلا حاسة بالخجل. أنا قلت له كده بس لأن أنا كنت خايفة جدا منه. بتقول في نفسها: بتقول أنت آسفة أيتها الحقيرة؟ لو كنت فعلا آسفة كان يجب أن تخبري الجميع بالحقيقة لاحقا. لماذا تقولين هذا عندما نكون لوحدنا فقط؟ ما فيش أي مشكلة أنا سفارية، أنت لم تكوني تعلمين بأن الأمر سيكون هكذا، عشان كده ما فيش مشكلة. أيوة لكن يا سيدتي، ما فيش مشكلة فعلا أنا سفارية. كان من الرائع رؤية مشهد إيرين الرائع عن قرب، عشان كده ما تشيليش هم. طيب شكرا جدا ليكي سيدتي. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في المستقبل فيرجى إبلاغي بذلك. أنا هبذل كل جهدي للمساعدة. بتقول روبي في نفسها: بالنسبة لفارية، لم أكن شخصا يستحق التعامل معه حتى وقت ليس ببعيد. لست متأكدة بما الذي أثر في قلبها، لكن مفيش أي حد هيصدقني لو قلت الحقيقة، لأنني لا أقارن أبدا بفريها. من المفارقات أن الشخص الذي يتظاهر بأنه يستمع إلي هو الزوج الذي سيقتلني. لماذا لا يمكنني أن أرى شعرة واحدة من رأسه منذ ذلك اليوم؟ إلى جانب ذلك ستقام مؤدبة عيد ميلاد أخي قريبا. بماذا يمكنني المساعدة؟ أنا هعمل ما أفعله كل عام، عشان كده مفيش مشكلة. بتقول روبي في نفسها: تمام، في الوضع الحالي لن أكسب سوى المزيد من الكراهين إذا فعلت. إنها حفلة عيد ميلاد إيزيك، كده كده لازم إن أنا أحضرها. أنا هكون مشغولة حتى اليوم الذي يسبق المأدبة، لذا طلبت من الخادمة تحضير أي شيء تحتاجينه على الفور، عشان كده متقلقيش. طيب تمام. يا ربي خادمة! حتى وقت قريب كان الخادم يتظاهرون بالاعتناء بيا، لكن بعد الحادثة بدأوا في تجاهلي تماما. العداء ليا بيزيد وأنا ما عملتش أي حاجة. إذا قمت باستدعاء الخادمة لأنني بحاجة إلى شيء ما. هل طلبتيني يا سيدتي؟ بتقول في نفسها: ستظهر خادمة ذات وجه قاتم بعد نصف يوم تقريبا. لحسن الحظ ساعدتني لوسيلا التي تلقت رشوة في ذلك اليوم. لم أكن أعلم ما كان يجري، لذلك لم أرغب في السؤال عن أي شيء حساس. بالمناسبة، إزاي يخفف من مزاج زوجي المعقد؟ إنه عيد ميلاده. خليني أفكر في الأمر. بس هي هنا. لم أكن أعلم بأنك تستمتعين بالتطريز. إيه ده؟ الخادمة دي من إمتى وهي هنا؟ أنا لم أقم باستدعائها أبدا. أنا بس بتدرب. هي دي هدية للسيد ولا إيه؟ أيوة، لكن لقد مرت فترة طويلة، عشان كده لا أعلم ما إذا كان الأمر سينجح ولا لأ. أنا أتساءل بشأن ما يجب أن أضعه. إذا ماذا عن نمط شجرة الصفصاف؟ كانت هناك شجرة صفصاف اعتاد سيدي بأن يتسلقها ويلعب حولها عندما كان صغيرا، لكنها اختفت الآن، وغالبا يشعر بالحزن عندما يتذكرها. تمام، شكرا جدا لك على المعلومة الجيدة دي، أنا هصنعها من أجله. هل يشعر بالحزن عندما يتذكرها؟ الأسباب التفصيلية للنهاية المأساوية للأميرة أمريتا غير معروفة، لكنه بالتأكيد مشهد لا ينسى. لقد ماتت الأميرة أمريتا معلقة على شجرة صفصاف، وهي الخادمة دي طلبت مني أن أنا أقوم بتطريز شجرة الصفصاف. مش مصدقة إن هي بتطلب مني إن أنا أموت بالشكل ده كما هو متوقع. من الواضح بأن تلك الخادمة هي التي أطفأت النار في غرفتي في ذلك الوقت، وبالشكل ده بتكون روبي اكتشفت خطة الخادمة الحقيرة دي. وبعد كده بيجي يوم المأدبة. لقد انتهيت الحمد لله.
يجب أن أكتب رسالة أيضا. إيه ده؟ لماذا؟ لماذا اليوم؟ كنت أعلم بأن هذا الجسد لديه دور غير منتظرة، لكن حتى الطبيعة مش بجانبي أبدا. لكن لماذا هي شريرة جدا هذه المرة؟ هل تشعرين بعدم الارتياح سيدتي؟ بتقول روبي في نفسها. أين هي لوسيل؟ أنت إيه اللي جابك هنا تاني؟ أنا يبدو بأنك لست على ما يرام. سأحضر لك بعض المسكنات. وقال سيدي أيضا بأنه يجب عليك البقاء هنا. لست بحاجة إلى حضور المأدبة. إيه؟ أنت لست على ما يرام، لذا من الأفضل القيام بذلك. إذا كان لديك شيء تريدين تقديمه لي أنا هعمله من أجلك. ودي كده بتكون نهاية الحلقة. لو عجبتكم قولوا رأيكم إيه.